ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. فضلا وليس امرا تعملوا لايك للفيديو لو عايزه حاجه حلوه سهله وسريعه. لو عندك ضيوف واجت على فجأة هتعملي الحلو السهل ده، وحاجه كده ترطب على قلبنا في الجو ده. ما شاء الله، حاجه حلوه وسهله وسريعه هتحضريها في دقايق. شايفين ما شاء الله شكل الكاسات؟ ما شاء الله، هتعملي احلى تحلية سهلة وسريعة وفي دقايق كمان. شايفين ما شاء الله شكل الكريمة؟ ما شاء الله قد ايه معايا كريمي وناعمة وطعمها بجد خيال. عندنا المقادير بتاعتنا 4 كوب من اللبن او الحليب. عندنا نص كوب من الماء هنحط عليه 4 معالق من بودرة الكاستر. بعد كده هنقلبهم مع بعض، واول لما اللبن او الحليب يبدأ ان هو يسخن معايا هبدأ انزل بنص كوب من السكر. والسكر ده حسب راحتكم، انتوا بتحبوا الحاجة مسكرة او سكرها بيكون خفيف. بعد كده هنزل ببودرة الكاستر اللي قلبتها مع المية. هقلب كده على طول على نار تكون متوسطة لحد ما يكون معايا القوام كريمي خفيف. القوام هيكون معايا خفيف كده زي ما انتوا شايفين. انا مش عايزاه يكون معايا زي الكريمة او زي المهلبية. بعد كده هبدأ اللي انا اطفي النار، هياخد غلوة واحدة واطفي النار. بعد كده هبدأ اللي انا اغطيه كده باي كيس تلاجة عندك واسيبه يبرد. وبعد كده هبدأ احضر اي نوع فاكهة عندك. مش لازما زي ما انا جايبة انواع الفاكهة دي. انتي اي نوع فاكهة عندك، موز اكتفي بيه، تفاح، عنب، خوخ، فراولة، مانجا، اللي متوفر عندك اشتغلي بيه. مش لازم كل انواع الفاكهة دي. بعد كده هبدأ اللي انا اقطع الخوخ لقطع صغيرة كده، والتفاح والموز برضو كده. وبعد كده هبدأ اللي انا اجيب العنب وابدأ اللي انا احطه كده على الكوكتيل ده. بعد كده هبدأ اللي انا اقلبهم مع بعض. وبعد كده بعد ما الكريمة بتاعتي بردت، شايفين ما شاء الله القوام بتاعها بيكون خفيف مش تقيل. بعد كده هبدأ اللي انا احطها في كاسات كده، وابدأ اللي انا ادخلها التلاجة لمدة ساعة او 2. شايفين ما شاء الله عملت معايا كمية كبيرة جدا وتحلية سهلة وسريعة، وهتعمليها بسرعة الصاروخ. بجد طعمها رهيب بجد، ومش هتبطلي اللي انت تعمليها كل يوم. شايفين ما شاء الله شكل الكريمة؟ ما شاء الله. شايفين؟ هي مش مهلبية، هي بتكون الكريمة خفيفة كده وبتكون سايلة كده